زعيم حركة المقاومة في السويس، أهلا بحضرتك. لعلك استمعت إلى تصريحات المشير السيسي، ما تعقيبكم عليه؟ ماذا قال؟ نعم. ماذا قال؟ قال إنه لا يستطيع أن يدير ظهره عندما يجد الغالبية تريده أن يترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة، مشيرا إلى أن الوطن يمر بظروف صعبة تتطلب تكاتف الشعب والجيش والشرطة، لأن أي شخص لا يستطيع وحده أن ينهض بالبلاد في مثل هذه الظروف. وقال أيضا أو أضاف أنه نترك الأيام القادمة لتشهد الإجراءات الرسمية لذلك. أولا، عبد الفتاح السيسي مصري كباقي المصريين، ومن حقه أن يرشح نفسه كباقي المرشحين، والعبرة هنا بالشعب عند تنظيق الانتخاب. يعني أنت ليس لديك مشكلة أن يترشح أحد الأفراد الخارجين من القوات المسلحة والتابعين للقوات المسلحة حتى وإن استقال؟ أولا هو مصري أو مش مصري؟ مصري. هل الدستور أو القانون يمنع أي مصري بالترشيح؟ لا يمنع إذا استقال من القوات المسلحة. وعلى الشعب أن يختار أو لا يختار. لكن فكرة أن يتولى أو يترشح عسكري لحكم مصر، هل يعني أنت موافق على ذلك حتى وإن كان سابقا؟ أنا شخصيا لو كان لي نصيحة الفريق عبد الفتاح السيسي أو المشير عبد الفتاح السيسي أن يبقوا في رئاسة الجيش. الجيش هو صمام الأمان في مصر. يعني أنت تنصحه بالبقاء في منصبه كوزير للدفاع؟ وزير الدفاع، لأن الجيش عندنا صمام الأمان لهذا الشعب. الجيش صمام الأمان لهذا الشعب. طيب، لكنه في الوقت نفسه فضيلة الشيخ حافظ سلامة يعني هو قال إن الوطن يمر بظروف صعبة تتطلب تكاتف الشعب والجيش والشرطة. حقيقة الشعب يمر بظروف صعبة جدا جدا جدا، ويجب على الشعب المصري أن يقف يدا واحدة حتى يستطيع أن يمر بهذه المؤامرات الداخلية والخارجية. طيب، شكرا لك فضيلة الشيخ حافظ سلامة، زعيم